بعد ما كان لعيب بيعاني من العنصرية ضده بقى لعيب بياكل عيش من العنصرية ضده. فينيسيوس جونيور. اشرب حاجة ساعة لو سمحت، وعندك واحد شاي بحريق. اهلا يا عم. من حوالي سنتين مع بدايه تالق فينيسيوس جونيور مع انشيلوتي بدات الجماهير في الملاعب تهاجمه وتشتمه بشتائم عنصريه عشان تحاول تطلعه من تركيزه في الماتش. طبعا كل الناس وقنوات اعلاميه كتير بدات تدافع عن فينيسيوس وتقف معاه في القضيه ديت لانها مشكله كبيره، والعنصريه امر مكروه ومرفوض من الجميع، ده مفيش خلاف عليه. وهتلاقي ليه فيديو قبل كده منزله عن فينيسيوس وعن العنصريه اللي ضده. لكن المشكله بقى ان فينيسيوس جونيور عجبه الموضوع وعجبه التنشن اللي بيجيله من ورا الموضوع، وابتدى يشتغل عليه كسبوبه ولقمه عيش. فينيسيوس جونيور حاليا وفي ماتشات كتير بيروح يتخانق مع لعيبه الخصم ويستفز جماهير الخصم عشان عارف ان هم هيردوا عليه ويشتموه باتهامات عنصريه، فيرجع بعد كده يعيط ويقول دول شتموني، دول هاجموني، دول عايروني، عشان كل اللقطات دي هتتحط له في الفيلم الوثائقي اللي نتفليكس بتنتجه عنه وعن العنصريه اللي بيتعرض لها. انا بصراحه شايف ان فينيسيوس مضخمها ومفخمها، خصوصا ان نادي ريال مدريد ومنتخب البرازيل فيهم بتاع 6 7 8 لعيبه بشرتهم سمراء، انما ما حدش بيشتكي من العنصريه ومن الهجمات العنصريه غير فينيسيوس جونيور. اكتب لي رايك في الكومنتات، شايف فينيسيوس جونيور مظلوم في موضوع العنصريه ده، ولا شايفه زي كده بياكل عيش واخدها سبوبه من ورا الحوار ده؟